حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت. في كل صباح وعلى أنغام صيحات الديك وتكبيرات المؤذن يستفيق أبو أحمد. يتأمل براءة أطفاله الخمسة وقد غطوا في نومهم العميق، تاركهم مع أحلامهم السعيدة ليخرج إلى صلاة الفجر. لا يعود إلى بيته بعد نيل ثواب صلاة الجماعة، بل يحمل مكنسته ويجر عربته. يبدأ بإزالة مخلفات القمامة من الطرقات، وأبو أحمد وحيدا، ولكنه لا يأبه لذلك. سعادته تكمن بتنظيف الحارة حتى لا يصاب أي فرد بالأمراض ولا تجد الحشرات موطنا لها. الكل سعيد ويتباهى في حيه لأنه نظيف براق. وفي إحدى الأيام كان أبو أحمد يعمل بتنظيف مدخل أحد البيوت. جاء بائع الحليب ودق الباب. يعطيك العافية أبو أحمد. أهلين يا أخوي. أبو يوسف، عم أبو أحمد خلي الحلبات عندك، شكله أبو يوسف نايم، عبين ما يصحى بتعطيه إياهم. طيب ماشي ولا يهمك، بعطيه إياهن بس يصحى. ماشي، يعطيك العافية عمي. هيهم صحيوا. يلا صباح الخير يا سيدي. أهلين، خير. شو بدك على ساعة الصبح؟ أجا بياع الحليب الصبح وانتو بكيتوا نايمين وكان اللي يعطيكم الحليبات. تفضل. شو؟ ليش بتتوقع اني اخذهم منك؟ وليش لا يا سيدي؟ لانك زبال. كيف تسمح لنفسك تصيب اغراضي؟ ما انت وسختهم. ليش ما هي هاي زبالتكم وانا كنت انظفها عشان انتو تنظفوا. بلا لا تعجل، خذ الحليبات ونصرف منها. أنا ما غلطتش وكنت بدي أخدمه. ليش الناس بيحتكرونا وإحنا اللي بنساعدهم؟ إمتى الناس بدها تعرف أهمية عملها؟ وبيحكوا عنا زبالين. إحنا أصلاً بنلم الزبالة مش بنرميها. طيب في هذا الحال مين الزبال؟ اللي بيرمي الزبالة ولا اللي بيلمها؟ بعد شهر مرض أبو أحمد ولم يتمكن من القيام بعمله، وبات طريح الفراش مدة أسبوعين ولم يجدوا بديلا عنه. ما حل بهذه الحارة وقد امتلأت بالقاذورات وتفوح منها رائحة نتنة، فقد كان أبناء الحي يتباهون بنظافة حيهم، واليوم خجلون من سوء حالتهم. انتشرت الحشرات والقوارض، والمرض صار من أهل البيت لا يفارق. اجتمع أهل الحي يبحثون عن حل لوضعهم المزري، وقال أحدهم: يا جماعة الخير، أبو أحمد الأسبوعين غايب عن شغله
شوفوا شو صار فينا، عفنا والبلد تعبت زبالة. لو حدا فينا غاب عن شغله شهر مش راح يصير اشي. يا ترى هسا أدركتوا أهميته وعرفتوا شو قيمته؟ وعلى فكرة إحنا الزبالين مش أبو أحمد، لأنه الزبالة ما بتيجي من السماء، إحنا اللي بنجيبها وهو اللي بنظف لنا إياها، وهو مفضل عروسنا. يلا يا شباب خلينا نروح نزور أبو أحمد وناخذ له هدية محترمة وتليق فيه. شو رأيكم؟ تفضلوا.